بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح مع بعض تعديلتين مهمين جدا في الستور بتاعك، نموذج الشراء وإعدادات الشحن. يلا بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بنموذج الشراء. نموذج الشراء هو الباي بوكس، هو المكان اللي العميل بيطلب منه، اللي هو ده. هل اقدر اعدل في ده؟ طبعا تقدر تعدل في ده. تقدر تضيف خانات، تشيل خانات، تعدل الكلام اللي مكتوب هنا ده عشان تسهل او تساعد العميل زي ما انت عايز. طيب انت عندك هنا يعني مجموعه من الخانات تقدر تستعملها. في خانه اسمها الفول نيم اللي هو اسمك بالكامل، خانه اسمها رقم الهاتف، خانه اسمها الدوله، خانه اسمها المحافظه، خانه اسمها البريد الالكتروني، خانه اسمها العنوان بالتفصيل، خانه اسمها رقم هاتف بديل، خانه اسمها ملاحظات. دول 8 خانات تقدر تحطهم. طبعا تقدر تشغل كل واحده يعني تخليها تظهر او تختفي من خلال الاوبشن ده اللي هو تفعيل او عدم تفعيل. لو تفعيل يبقى هتظهر، لو مش عدم تفعيل يبقى مش تظهر. يعني مثلا تعالى هنا الدوله هنا مش معموله تفعيل فاكيد مش ظاهره، خلاص هو ظاهر هنا اسمك وتليفون وعنوان بس. فلو عدينا كده هنلاقي الاسم هو اللي معمول تفعيل، التليفون معمول تفعيل، الدوله لا، المحافظه لا، البريد لا، العنوان معمول تفعيل، رقم هاتف لا، والملاحظات لا. طيب اولا لا تكثر الخانات. يعني ما تجيش تقول بص بقى انا راجل عايز افهم العميل بتاعي وعايز الم داتا عن العميل بتاعي، فانا هخلي كله ايه يشتغل. انا عايز بقى ايه كله، انا عايز رقم تليفون وايميل ومحافظه ودوله وهوبا وهوبا ويلا، واعمل حفظ كده واروح الاقي شكل الباي بوكس بقى 16 خانه يكمل. ده لو مقدم في حربيه يا راجل مش هيقدم، مش هيكتب كل ده. يعني مش ممكن. طبعا انت عايز الدوله ليه؟ ما انت عارف ان انت مستنف ناس في مصر، عايز يكتب لك مصر يعني. انت طالع اعلان السعوديه عايز يكتب لك السعوديه. هتفرق في ايه معاك الدوله؟ هيفرق في ايه معاك البريد الالكتروني؟ برضو ما تجبرش العميل. طبعا العميل لو عايز يكتب ده من نفسه خير وبركه، لكن ما تجبرش العميل انه يكتب كل هذا الكلام. وبناء عليه كل ما هتزود عدد الخانات اللي العميل لازم يملاها، كل ما هتقلل معدل الطلبات. لان في ناس يا ابني خلقها في مناخيرها، هو عايز يكتب اصلا رقم تليفونه بس، ولا عايز يكتب اسمه ولا عنوان. يقول لك يا عم هم يبقوا يتصلوا بيا ياخدوا مني الاوردر. يعني انا مثلا اوقات لما اجي اطلب اوردر من مطعم بقى، مش اوردر اونلاين يعني، فيقول لي ايه تمام اديني العنوان ورقم التليفون. اقول طب انا هديك العنوان والتليفون والاقي كمان ربع ساعه حد بيكلمني بتاع الدليفري يقول لي هات لي تاني العنوان. مع لو هدولك دلوقتي مش هديني بتاع الدليفري، فعشان نكون صراحه مع بعض. لكن في الطبيعي بلاقي مثلا مطاعم تاني يقول لي ايه تمام هات رقم تليفونك بس، العنوان بتاع الدليفري وهو جاي هيرن عليك ياخده منك وخلاص. يبقى هو كده ريحني وريح نفسه بدل ما ياخد مني الداتا كذا مره. فبنفس الكونسبت بنفس المنطق ما تطلبش من العميل داتا كتير. خلاص يبقى انا مثلا دلوقتي هقول والله انا عايز من العميل الاسم، خلاص ده مش هقدر ايه ان انا ماخدوش. رقم التليفون، حتى انت اصلا ما عندكش اوبشن ان التليفون يبقى مقفول، خلاص هو حتى قافله عليك، هو كده كده مفعل غصب عنك. الدوله لا انا مش عايز الدوله. المحافظه والله انت حر على حسب انت عايز تخليه يكتب المحافظه بتاعته ولا لا. مثلا مش عايزها. البريد الالكتروني لا مش عايزه. العنوان بالتفصيل لا انا عايز العنوان، انا اهم حاجه عندي العنوان والتليفون مثلا. رقم هاتف بديل لا مش عايزه. ملاحظات لا مش عايزها. فانت هتحاول تقلل قدر الامكان. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك ممكن تفتح بعض الخانات وتخليها غير الزاميه. يعني مثلا تقول له هات رقم هاتف بديل وتسيب دي ان الحقل مش الزامي، لان لو فعلتها كده انا بجبر. ايه اللي حصل؟ في خطأ في ايه؟ نعمل ريفرش. طب حاضر. تعالى مثلا تاني اهو نخلي الهاتف بديل والزامي ونقول له حفظ. تم الحفظ. نروح كده نعمل ريفرش كده هو طالع له اسم، رقم تليفون، عنوان، رقم هاتف بديل، وملاحظات. طيب احنا نسينا نقفل الملاحظات. حاضر نقفلها. حفظ. ريفرش اهو يا باشا، اسم، تليفون، عنوان، رقم هاتف بديل. دلوقتي الراجل لو دخل الاسم ودخل التليفون ودخل العنوان وهو فعلا ما عندوش رقم هاتف بديل، ما عندوش تليفون تاني، وقال له ادخل انا الشراء، يقول له هذا الحقل المطلوب. مش هيقدر يخليك تعمل اوردر اصلا غير لما
تدخل رقم هاتف بديل. صحيح هو ممكن يكون عنده من الذكاء انه يدخل نفس الرقم عشان يخلص، لكن ممكن ما يبقاش بيفكر كده، فيعمل ايه؟ اكس، يقفل، مش هطلب اصلا. فانت لو هتزود مثلا رقم الهاتف البديل ده ممكن تخليه مش الزامي، وبالتالي والله العميل لو كتبه خير وبركه، ما كتبوش، انا ما كتبتوش اهو وهعمل اوردر، هيعمل اوردر عادي خالص. طبعا هو اختار الاوردر عايز اللون والمقاس، حاضر، عمل الاوردر عادي خالص هو من غير ما اكتب له رقم هاتف بديل. يبقى لو هتزود خانات زود عدد قليل جدا، ما تخليهمش 5 6 7 8 خانات، ما ينفعش. ولو هتزود برضو على اساس ان انت عايز تاخد داتا من العميل، ما تخليهاش الزامي، يعني اللي عايز يكتب خير وبركه، اللي مش عايز اوكي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ممكن تكتب له نص مساعد. يعني مثلا هنا ايه؟ هنا اسمك بالكامل. تعال كده معلش نرجع نعمل اوردر تاني. ممكن اكتب له نص يظهر هنا، اقول له ايه؟ اكتب هنا اسمك الثنائي. انا بحاول اساعده وهو بيطلب اوردرات، واقول له ايه؟ واقول له حفظ. فاجي ارفرش هنا كده، ظهرت هي يا باشا، اكتب هنا اسمك الثنائي، واول ما يحط الماوس هتتشال. بص خلاص، اول ما يجي يكتب هتتشال. لو مسح يظهر له هنا ده نص مساعد. مثلا ممكن اجي هنا مثلا في ال رقم هاتف بديل، اكتب له نص مساعد. لو عندك رقم تليفون تاني اكتبه عشان نقدر نوصلك بسهولة. لو ما عندكش سيبه فاضي. شفت انا كده بريحه خالص اهو، بقول له باشا لو عاوز تديني رقم تليفون تاني اهلا وسهلا، يا 100 مرحبا. لو ما عندكش وماله، اخوات وحبايب، سيبه فاضي ومش هقرفك ومش هزن عليك. فلما بكتب له النص المساعد ده انا بشرح له انا عايز منه ايه، فده جميل جدا. بص اهو طالع اهي زي الفل اهو. فكمان فممكن تكتب نص مساعد عشان يظهر. كمان ممكن تغير اسم الخانه نفسها. يعني الخانه هنا اسمها رقم الهاتف. لو انت شغال في مصر خلي اسمها رقم موبايلك او رقم الموبايل. بعد كده نرفرش اهو بقى الخانه اسمها رقم موبايلك. دي بتتفهم اكتر احسن. لو انت شغال في الخليج ما اسموش رقم موبايلك، اسمه رقم الجوال. فانا ممكن اعدل كمان زي ما يقول لك في اسم الخانه نفسها. يبقى انا ممكن اعدل في اسم الخانه، اعدل في الوصف المساعد اللي بيظهر هنا، اعدل في ظهور او اختفاء بعض الخانات وبعضها. فده اللي احنا نقدر نعمله في نموذج الشراء. وكمان ممكن اعيد ترتيب، يعني بدل الاسم رقم الجوال العنوان رقم هاتف بديل، ممكن ارفع رقم هاتف بديل دي فوق العنوان. ازاي؟ الترتيب اللي هنا: 1 رقم الجوال، 2 الدولة أنا أصلا قافلها، 3 المحافظة، 4 الإيميل، العنوان واخد 6 ورقم الهاتف البديل واخد كام؟ 7. لا أنا هخلي مثلا ده كده إيه؟ مثلا 6 والعنوان هو اللي 7. تاني العنوان بقى 7 ورقم الهاتف البديل بقى 6، وأقول له حفظ وأروح أرفرش، هتلاقي رقم هاتف البديل طلع فوق عن العنوان. فكمان تقدر ترتب الخانات دي عن بعضها لو انت عايز، على اساس انه مثلا لما يكتب الرقم الجوال يكون لسه مخلص التليفون الاولاني ويكتب التاني على طول، ما يكتبش العنوان وبعدين يرجع يطلب منه تاني تليفون. حاجات صغيره قوي قوي قوي، بس صدقني بتفرق جدا في سيكولوجيه او في نفسيه العميل. بكده احنا عرفنا نلعب في النموذج الشراء او الباي بوكس. تعالى كمان بالمره نشرح اعدادات الشحن. طيب عندك هنا 2 اوبشن. الاوبشن الاولاني لو انت رابط بشركات شحن، ده يعني حاجه مختلفه، ممكن تفعله وتختار الدوله اللي انت فيها، تكتب ان هي مصر، وتكتب سعر الشحن بتاعك هو موحد ولا سعر لكل مدينه. لو موحد هتكتب هنا سعر الشحن الموحد مثلا وخلاص، شكرا على كده. تقعد بقى تربط بشركات الشحن بمايلرز، ببوستا، جي ان تي، تيربو، باوبتيموس، بارايف، بارامكس. شوف انت عايز تربط بمين. تقعد بقى هنا تفتح تحط بقى هنا الاي بي اي والكود. طبعا الحاجات دي هتاخدها من شركه الشحن لما تيجي تربط بيها، وهو هتلاقي فيه مهندس او حد اي تي من شركه الشحن بيكلمك يقول لك خش يا باشا، هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها اي بي اي وكود، حطهم عندك، ورقم التليفون اللي هيطبع على البوليصه، وهل يمكن فتح الطلب ولا لا، وتفعيل الشركه ولا لا، وهكذا، وتحفظ. ده لو انت عايز تربط مع شركات الشحن. مش عايز تربط خلاص اوكي.
طيب الحاجه الاهم بقى هنا هي المدن بتاعه الشحن. طبعا هو خدها هنا عشان انا ربطت شركه شحن، ف عملت سعر موحد هنخليه سعر لكل مدينه، حفظ الاعدادات مثلا. تمام. طيب كده رجعنا على الشكل القديم. لو انت عايز بقى المحافظات تظهر للراجل، فاقول له تفعيل خاصيه المحافظات واقول له حفظ. هيقول لي استنى، انت فعلت خاصيه المحافظات، ايه هي المحافظات اللي عايز تظهر؟ فاقول له والله انا عايز تظهر للراجل القاهره وسعر شحنها مثلا 60 اضافه محافظه. كده ظهر ان القاهره ب 60. لو قلت حفظ دلوقتي ورحت اعمل تاني كده، هتلاقي ان في ظهر في الباي بوكس خانه زياده اسمها المحافظات، مش ظاهر جواها غير القاهره بس، وضايف هو سعر شحنها 60 جنيه. طيب نقول له الجيزه وسعر شحنها 60 جنيه اضافه محافظه. الاسكندريه سعر شحنها 70 جنيه اضافه محافظه. الغربيه سعر شحنها 70 جنيه اضافه محافظه. مثلا اسيوط حاجه كده من الصعيد سعر شحنها 80 جنيه اضافه محافظه. اسوان سعر شحنها 80 جنيه اضافه محافظه. خلاص انا ضفت كل المحافظات دي. طبعا انت هتضيف كل المحافظات اللي في الجمهوريه، هتضيف كل المحافظات وتحط لكل واحده منهم سعر شحن. يبقى القاهره ب 60، الجيزه ب 60، انما اسكندريه والدلتا ب 70، انما الصعيد ب 80. خلصنا عملنا حفظ. هروح كده ارفرش هنا، هلاقي ان هو ظهرت لي الخانه كلها اهو. ولما اختار القاهره يسمع تحت ان الشحن ب 60، الجيزه الشحن ب 60، لا انا هروح اسكندريه الشحن ب 70، هروح الغربيه الشحن برضه ب 70، لا انا هروح بقى الصعيد هلاقي الشحن بقى ب 80، هروح اسوان. خلاص هو هيغير سعر الشحن بناء على المحافظه اللي العميل اختارها. فبكده برضه اقدر ان انا اضيف المحافظات بتاعتي كلها واحط سعر الشحن. طب انت لو سعر الشحن عندك موحد للكل مثلا 60 جنيه، تعيين السعر للكل، تعيين قلبها كلها كام يا ريس 60، واتك على حفظ. اجي هنا اعمل ريفرش، هتلاقي ان انت سواء مختار القاهره مسمع 60، مختار الدلتا مسمع 60، مختار الصعيد برضو مسمع 60. خلاص كل المحافظات اللي عندك بقت ب 60 جنيه شحن. عايزه كده ماشي، عايز تعدل لا والله انا عايز القاهره تبقى ب 60 والجيزه ب 70 واسكندريه ب 80، اعمل اللي انت عايزه زي ما شرحناها قبل كده. عايز اعدل القاهره، عايز ارجع اعدل مثلا تاني واخلي اسكندريه ب 70، هم عامل كده مدلتها خالص وراجع ضايف من هنا الاسكندريه وخليها ب 70 اضافه محافظه. كده خلاص كله ب 60 اهو ما عدا اسكندريه ب 70، واقول له حفظ. وبكده احنا شرحنا النهارده نموذج الشراء وشرحنا اعدادات الشحن. يلا بينا بالمره، لان اللي جاي هياخد دقيقه بالظبط، دقيقه. تعديل صفحه الشكر. الراجل لما بيعمل اوردر بيظهر له، يعني مثلا هفترض ان هو كتب هنا اسمه ثنائي اهو ورقم الجوال بتاعه والمحافظه ورقم الهاتف البديل والعنوان، وخلصنا وعملنا اضغط هنا للشراء، اخترنا المقاس يا باشا، اضغط هنا للشراء، تم انشاء طلبك بنجاح. المنظر ده تقدر تعدله. شكرا لاتمامك للطلب، لقد استلمنا طلبك وسنتواصل معك في اقرب وقت، يرجى الانتظار لمكالماتنا. وفي هنا بطن يرجعه على الهوم بيج. اقدر اعدل ده يا باشا من هنا، قول له تفعيل الاول عشان تفعل الاوبشن، واكتب هنا ما بدالك، واللي هيكتبه هنا هيظهر وتعمل له حفظ. تقدر تضيف زر العوده للرئيسيه، تقدر تعرض له منتجات كمان من كاتيجوري معين. اقول له يعني مثلا يعني ممكن مثلا تكتب هنا بعد ان شكرا وهنكلمك عشان نكونفيرم الطلب وبتاع. ولو عاوز تاخد فكره اكتر عن منتجاتنا، بص على المنتجات دي واحط له هنا مثلا بدل العوده الرئيسيه احط له قسم مثلا الترنجات الرجالي واقول له حفظ. فكده خلاص لما حد هيطلب اوردر هيظهر له التكست ده وهيظهر له منتجات من القسم اللي انا اخترته له، فممكن اخش يطلب اوردر تاني، فلما اروح اكلمه يقول لي انا عامل اوردرين حطهم لي مع بعض بسعر شحن واحد وخلاص. دي حاجات طبعا ظريفه. حاجه كمان اخيره، روابط التواصل الاجتماعي. لو انت عاوز تعمل لها الاول تفعيل وتحط هنا رابط الفيسبوك بتاعك، رابط الانستجرام، رابط تويتر، رابط لينكد ان، تيك توك، يوتيوب، سناب شات، كل الداتا اللي انت عايزها في الدنيا تقدر تظهرها هنا. هفترض ان ده لينك الفيسبوك بتاعك، تحطه هنا، تتك تفعيل الاول وبعدين تتك على حفظ، هيبدا يظهر عندك على الويب سايت بتاعك. لو رحنا كده على الهوم بيج ونزلنا لتحت تحت تحت هتلاقي فيسبوك ظهرت اهي. لو عايز
برضو انستجرام وتويتر ولينكد ان وتيك توك، هيظهر كل الكلام ده على الويب سايت بتاعك تحت خالص في الفوتر. يقدر يكوميونيكيت معاك خلال فيسبوك، انستجرام، لينكد ان، تويتر وتيك توك وكل المنصات اللي انت عايزها. اخر حاجه خالص خالص، رابط المتجر اللي هو احنا كنا مسمينه طقطق .easyorder.net. لو انت عايز تغير دي ممكن تغيرها، تسميها مثلا كلمه زياده وتقول له تغيير. طبعا لو هي متاحه عنده هتقدر ان انت تغيرها. طبعا ده عشان تغير السب دومين بس او الدومين الفرعي اللي انت واخده من ايزي اوردر. لكن انت اصلا لو رابط بدومين كبير اللي هو طقطق.com او طقطق ستور.com، خلاص مش محتاج اصلا تغير حاجه من هنا. احنا كده يا ريس خلصنا شرح كل الاعدادات بتاعه المتجر بتاعه ايزي اوردر. اشوفك في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.